فزلوكة غرقانة وسط الورق ومش عارفة تعمل ايه، والناحية التانية سوسو الحرباية شمتانة فيها. يلا بسرعة صلي على النبي وتعالى نساعد فزلوكة علشان تقدر تحل المشكلة اللي هي فيها دي. هنفتح جوجل وهنحمل تطبيق نوت بوك LM واللي من خلاله هنقدر نرفع اي PDF احنا عايزينه ونلخصه. كمان نقدر نعمل باوربوينت، انفوجراف، جداول بيانات، وكمان بودكاست نقدر نسمعها فيها تلخيصات للمحتوى الPDF. زي ما انت شايف قدامك تقدر ترفع لينك يوتيوب، جوجل درايف، اي نص منسوخ او اي ملف موجود عندك على الجهاز، تضغط وترفعه. هوريك دلوقتي ملف انا رفعه قبل كده. هنضغط عليه، هنشوف المصادر. اول حاجة ده المصدر اللي انت رفعته، وتقدر كمان تضيف مصادر تانية في اي وقت بكل سهولة. تقدر تضيف مصادر من الويب، تقدر تبحث عن مصادر براحتك بكل سهولة. تاني حاجة ان احنا نقدر نروح على جزئية الدردشة، ان احنا نقدر نسأل اي سؤال احنا حابينه وهيجاوب علينا من المصادر اللي موجودة. الجزء الثالث والعبقري على الويب سايت او على التطبيق وهو جزء الادوات هنا ادوات قوية جدا 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 وفعالة. اول حاجة الملخص الصوتي، ده بيعملك بودكاست قوي جدا. وتاني حاجة التقارير، بيعملك سمري على الPDF اللي انت رفعته او الفيديو اللي انت رفعته. واهم حاجة بيعملها الباوربوينت وكمان البطاقات التعليمية، وبيعمل اختبارات وبيعمل فيديوهات بالاضافة الى الخرائط الذهنية والانفوجرافز. دلوقتي هوريك البودكاست اللي هو عمله، وكمان انا عاملاه قبل كده ونشوفه. بيبقى قوي جدا، حواري نقدي، بيشرح فيه الPDF اللي انت رفعته، في تلخيص بالPDF اللي انت رفعته اهو البودكاست ده. كمان انت تقدر تنزله على الجهاز بتاعك بكل سهولة، مفيش اي صعوبة فيه. تقدر تسرعه وتقدر تبطئه، مفيش اي مشكلة فيه. كمان اقدر اوريلك الانفوجراف القوي جدا والرائع اللي بيعمله نوت بوك LM. ده انفوجراف لتلخيص كده للرسمة توضيحية ورسمة توضيحية وتلخيص للPDF اللي انت رفعته. تقدر تعمل اي كده مع اي PDF انت عايز ترفعه، او حتى فيديوهات انت رفعتها من على اليوتيوب عايز تعملها انفوجراف. بالاضافة لكده انك تقدر تحول اي فيديو تعليمي انت عايز تتعلم اكتر بيه او تستخدمه، تقدر تحوله لباوربوينت تذاكر منه، زي الباوربوينت اللي قدامك ده. ده باوربوينت انا كنت استخدمته قبل كده. فنوت بوك LM اداة جبارة جدا لو حد عايز يتعلم، اداة جبارة جدا لحد عايز شغال في البحث العلمي، اداة جبارة. هسيب لكم لينك الاداة في الكومنتات، وكمان ما تنسوش اللايك والشير والكومنت. ولو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا فيها. مع السلامة.